نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيان. اليوم جيتكم فيديو جديد. هذا الفيديو هذا فرحه انا كنهضر معكم وانا فرحانه بزاف. اليوم غادي تجي عندي ماما، الحمد لله انهم خرجوا ليها الفيزا باش تجي هنايا النرويج. الحمد لله. صراحه واخا كنت بغيتها تحضر معايا قبل زعما ما نولد، ولكن شاءت الاقدار انها غتجي من مور الولاده. المهم مع العموم سواء قبل الولاده او لا مور الولاده، المهم انها خرجت ليها الفيزا. صراحه غادي نشوفها من بعد عام تقريبا وخمس شهور يمكن ما شفتهاش. سوف انا فرحانه بزاف 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 انها غادي تجي عندي. فاليوم قلت لها علاش لي ما نشاركش معكم هذا الفيديو، غادي ندير لها واحد الاستقبال خفيف ظريف وبسيط، وبغيت نشاركه معكم ونشارك معكم فرحتي حتى هي. كيف كتعرفوا انا راه ولدت الحمد لله، ولدت ولاده طبيعيه. من بعد غادي نشارك معكم في الفيديوهات كيفاش دازت الولاده ديالي. غادي نشرح لكم كل شيء، شنو الصعوبات اللي واجهت، شنو المشاكل اللي كانوا وقعوا ليا. ان شاء الله غادي نخصص لكم فيديو، غير نرتاح شويه نخصص لكم فيديو غادي نشرح لكم فيه كل شيء. مهم اليوم هذا الفيديو هذا فقط غادي نشارك معكم فيه فقط الاستقبال ديال الام ديالي. صراحه كنت بغيت نمشي نجيبها من المطار ونشارك معكم زعما اللحظه اللي غتخرج فيها وكيفاش غتكون ردة الفعل وكل شيء، ولكن كيف كتعرفوا اليوم الجو بارد بزاف وكاين شويه الثلج. سوف انا يلاه والده بصافي قالت لي شوفي بنتي ما تخرجي، ما خاصوش يضربك البرد وداكشي، ما تخرجيش. المهم داكشي علاش غيمشي غير الزوج ديالي هو اللي غادي يجيبها، وانا غادي نتسناها هنايا في الدار حتى تجي ان شاء الله. المهم دابا حاليا غادي نمشي ونوجد داكشي ديال الاستقبال. المهم شي حاجه هكا نوجدو عشيوه، حيت ماما غادي تنزل في الليل، غادي نوجدو هكا عشيوه. وكتعرفوا عاوتاني السفر الواحد غادي يجي عيان، غيبغي ياكل، غيبغي بزاف د الحوايج. سوف قلت ندير واحد العشيوه. خليكم معايا، المهم غادي نشارك معكم التحضيرات كلها ديال العشاء، كاع داكشي اللي غنديرو في الاستقبال. فخليكم معايا وبلا ما نطول عليكم ما تنساوش لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، ولي كومونتير زوينين ديالكم. يلا معايا. المهم هنا البنات اول حاجه درتها هي جيت وعجنت الخبز، حيت عارفه ماما ما عندهاش مع الخبز ديال الزنقه. داكشي علاش عجنت الخبز. انا البنات قليل فاش هكا كناكل الخبز ديال الزنقه. المهم هنا درت الخبز صافي غنخليه يخمر. اول حاجه هي العشاء ديالنا غادي نبدا فيه دابا. هنا جبت البنات صدر ديال الدجاج غسلته مزيان وغادي نصفيه من هذاك الماء اللي فيه ياك، وغادي نطحنو في الخلاط حتى يولي على شكل كفته. المهم نتوما غتشوفوا معايا كاع لي زيتاب. المهم هنا البنات من بعد ما طحنتو، ها انا كنوريكم كيفاش طحنتو. المهم تطحن مزيان غير صدر بوحديتو ما ضفتيه حتى شي حاجه. دابا عاد غادي نضيف عليه هاد المكونات هادو اللي غادي نقول لكم. غادي نضيف عليه المطارد، واحد المعلقه كبيره، واحد المعلقه صغيره عامره صافي، وغادي نضيف عليه الملحه. المهم البنات بالنسبه للملحه راه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، انا راه درت غير شويه صافي. وغادي ندير هنايا السودانيه. البنات انا ما عنديش الهريسه، الا عندكم نتوما الهريسه كنفضل انكم ديروا الهريسه، بحكم انا ما عنديش فدرت غير السودانيه. هنايا غادي ندير تومه بودر. الا ما عندكمش البنات التومه بودر تشدوا الفصوص، جوج فصوص ديال التومه طحنوهم مع صدر ديال الدجاج. هنايا درت البزار صافي. من بعد غادي نضيف سكينجبير. هنا البنات كنت سكينجبير سالا ليا في القراعي، داكشي علاش جبت القراعي باقيين جداد. المهم حتى نسالي عاد نتا هما نديرهم في دوك ديال العطريه. ايوا صافي. وغادي ندير تحميره حتى هي. المهم البنات انا كنستخدم غير معلقه صغيره. المهم نتوما بالنسبه للعطريه نتوما ديروا معلقه صغيره وعينيكم ميزانكم صراحه. صافي هنايا ما كانش عندي الحامض، درت غير هذا الخل ديال الحامض. وغادي نضيف عليهم هذا القزبر والمعدنوس كيف كتشوفوا. عرفتوا البنات شحال جلست كنفكر شنو غندير العشاء ففي الاخر قررت انني ندير غير هذا الدجاج رولي. المهم هنايا كندير لا شابلور. ايوا صافي. وغادي نضيف عليهم كذلك جوج ديال البيضات. وما بنات بالنسبه للبيض على حسب الكميه اللي غديروا نتوما ديال الصدر. وما انا هنايا ضفت غير جوج بيضات صافي. وغادي نخلط كل شيء مزيان
ونرجع لكم. ايوا صافي البنات بديت كنخلط. المهم في الاول خديت سباتول ساعه عذبتني، قلت اللهم نخدم يديا نيت باش تدخل داك العطريه كامله اللي درت تدخل في الكفته ديال الدجاج باش تجي من السما. المهم خلطتها مزيان تيتجانسوا ليا المكونات كاملين. هانتوما كيف كتشوفوا كيف جات. غادي ناخذ الورق ديال الطبخ، غادي نسرحو صافي، وغادي ندهنو بالزيت مزيان البنات باش ما يلصقش. فاش منين ندير فيه داك الصدر ديال الدجاج ما يلصقش ليا. المهم نتوما كتشوفوا انا راه دارت ليه الزيت. ايوا صافي، وغادي نمسح هكا على الورق مزيان ديك الزيت تا الزيت ديك الورقه تشد ليا الزيت كامله. ايوا صافي، عاد نحط فوقو هذا صدر ديال الدجاج. ماما ناخذ سباتيلا وغادي نحيد داك الصدر ديال الدجاج تمايا. من بعد البنات هذاك الصدر ديال الدجاج غنبقى نسرحو على داك الورق ديال الطبخ. المهم بحال كتقرصوا الخبز. المهم غير هو ما ترقوش بزاف. والبنات فاش تكونوا كتسرحوا هذاك الصدر ديال الدجاج ضروري 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 دهنوا يديكم بالزيت، فهمتوا، باش ما يلصقش ليكم. المهم انتم البنات انتم شفتوا كيفاش انا صايبته حتى شويه من الجوانب باش منين نطويه يجيو الجوانب زعما مقادين، ما يجيش داكشي مخصر ومخربق. ايوا صافي هنايا جبت لادان فيمي. وانا البنات كنت مدابزه غير مع مع الميكا نحلها، ما تحلات ليا غير بالزز وصافي. المهم البنات هاد لادان فيمي هذا غادي نحطو فوق الكفته ديال الدجاج. المهم انا هنايا كنحط داك لادان فيمي. المهم البنات انا استخدمت غير ديك العلبه اللي وريتكم في الاول، هي اللي استخدمت ديال لادان فيمي. نتوما بغيتو ديروا سميتو صدر هذا عفوا داك لادان فيمي تحطوه كامل فوق ديك الكفته ديال الدجاج، تقدروا تستخدموا جوج العلب. مي انا صراحه درت غير هاد العلبه فقط. المهم داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، حيت كاين البعض كنشوف اللي كيدير هاد لادان فيمي كيحطوا فوق الكفته ديال الدجاج كامله. سوف انا درت غير من الفوق صافي. انايا كانت تقطعت ليا ديك لادان مي ماشي مشكل. المهم غادي نحطها صافي. وهنايا غادي ناخذ الفرماج. المهم البنات انا ما لقيتش داك الفرماج ديال الساندويتش الابيض، فخديت غير هاد الفرماج شادر هو اللي غادي ندير. المهم انا غادي نحلو وغادي نستفو فوق لاداند. المهم بالنسبه للبنات هذا المهم بالنسبه للجبن كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. تقدروا ديروا هذا الفرماج المربع ديال الساندويتشات، الا ما عندكمش تقدروا ديروا غير داك الاخر الفرماج الاحمر المحكوك. المهم داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا بعض المرات ملي كيكون عندي هكا الفرماج مربع كنديرو، ملي ما كيكونش عندي راه كندير غير الاخر. سوف غادي نحطو فوق لادان فيمي. المهم البنات واحد النصيحه اللي غنعطيكم انه الفرماج ما تكتروش بزاف، لانه الا كترتوه بزاف مع ملي غادي تدخلوه الفران غادي يذوب، سوف راه غادي يخرج ليكم. داكشي علاش اكتفيو غير الفوق وصافي. ما تحاولوش انكم الا درتو مثلا لادان فيمي درتوه فوق هذيك الكفته كامله ديال صدر ديال الدجاج، ما تعاودوش ديروا عاوتاني طبقه كامله ديال الفرماج، لان غير غادي يخسر لكم. واصلا الفرماج كيف قلت لكم راه ملي كتدخلوه الفران كيذوب، سوف هو راسو كيطلق، فهمتوا. سوف باش تبقى لكم ديك البنه ديال الفرماج وما تضيعش لكم ديروه غير من الفوق. ملي كيف كتشوفوا انا كيف ما درت لاداند درت الفرماج. المهم انا غندور لكم الكاميرا وتشوفوا. المهم انتم درت لاداند ودرت الفرماج غير من الفوق. سو هنايا صافي غادي الكفته ديالي غادي نلويها مزيان. المهم البنات غير حاولوا انكم ما تزيروش بزاف، لويوها غير بشويه. ورا ملي كتكونوا داهنين داك الورق ديال الزبده بالزيت ما كيتلصقش لكم وكيكون سهل انكم تلويوه. صافي هنايا من بعد غادي نجيب بابي الومنيوم وغادي نحط داك الورق اللي فيه الصدر ديال الدجاج. مع العلم انكم حاولوا تسدوا البنات من الجوانب مزيان
صافي. وغادي نلوي عاوتاني في بابي الومنيوم، وغادي حتى هو نسد ليه الجوانب مزيان. المهم هانتوما كيف كتشوفوا البنات، صافي غادي نجيب اللاطه وغادي نخشيه في الفران على 180 درجه من الفوق ومن التحت لمده ديال تقريبا ساعه. صافي هنايا البنات غادي نجي ندير شويه ديال الزعلوك. المهم هنايا من بعد ما تحرت ليا لاصوص ديال المطيشه، هنايا كنت شويت الفلفله والدنجال، ايوا صافي ودرتهم. المهم ضروري خاصنا هكا شي حاجه اللي نرافقوا بها داك الصدر ديال الدجاج، فقررت انني ندير غير شويه الزعلوك وانني ندير هكا خضيره مسلوقه ومصوتيه. صافي هنا من بعد ما وجدت الزعلوك انا هنايا كنسلق في البطاطا صافي ودايره حتى خيزو. من بعد البنات غندير حتى القرعه. صو هنا من بعد ما تسلقات لي البطاطا، غير هي البنات صراحه فوت ليها شويه في السليق لان ما بغياش نشحرها، وانما بغيت نديرها في الفران. ولكن بحكم انني رانا قلت لكم مع الفرحه وراكم عارفين يدي بوحدي وولدي بعد مرات كيبقى يبكي ليا وداكشي، فنسيتها وتسلقت ليا شويه مزيان، ولكن ماشي مشكل. المهم هنايا درت فوقها شويه ديال الصفر الخرقوم، ودرت شويه ديال السودانيه، وغادي ندير الكمون صافي، وغادي ندير فيها شويه ديال الملح. اما البنات بالنسبه لك درتو الملحه ملي كتسلق مع البطاطا بلا ما تعاودوها، انا ما كانش درتها. وبالنسبه للسودانيه كذلك كيف قلت لكم في الاول، عاودوها بهذا بالهريسه صافي شويه ديال التحميره. وهنا غادي نشد شويه ديال الزعتر وغادي نحكو غير باش تجي ديك النسمه ديالو. المهم هذه هي البطاطا انا البنت اللي كنشرملها وكنديرها في الفران، صراحه كتجي زوينه وكلشي كتعجبو صراحه في العائله، كلشي كيقول لي ديك البطاطا اللي كديري زوينه بزاف. المهم انا شاركتها معكم اليوم. صافي غادي ندير فيها الزيت البلديه صافي، وغادي نخلط كلشي مزيان صافي. وغادي نديرها البنات، انا ما غاديش نديرها في الفران لان الفران مستخدمه دايره فيه داك الصدر ديال الدجاج، سوف غادي نخشيها في الاير فراير. صافي هنايا البنات انا غنديرها في الاير فراير ولكن ما غاديش صافي ونخليها طيب. ايوا هنايا البنات غادي نخليو العشاء من بعد باش نكملوه. سوف هنا عيط ليا زوج ديالي قال لي راهم جايين في الطريق. المهم راه خرجت ماما الحمد لله وصلت بخير وعلى خير وخرجت من المطار، سوف راهم جايين. وقلت لا علاش اللي ما تجيش ماما نيشان ندخل ونحط العشاء. سوف راكم عارفين حنا المغاربه مع اتاي وداكشي، قلت ضروري غادي نحط شويه هكا المملحات شويه ديال اتاي ونجلسوا ونهضروا ونتجمعوا شويه ونحيدوا الوحش من بعضياتنا. عاد نجي نحط العشاء. فداك الشيء علاش قلت غادي ناخذ هادو نحط فيهم المملحات، وكذلك قلت نستقبلها بشويه ديال الحليب والتمر. راكم عارفين المهم استقبال راه قلت لكم خفيف بسيط. المهم نفرح بماما جات عندي صراحه، وكيف قلت لكم موحشاها بزاف بزاف. راه واخا كنهضروا في التليفون وداك الشيء، ولكن ماشي بحال انها كتكون حداك وبزاف ديال الحوايج. فالله يخلي لنا والدينا ان شاء الله يا سيدي يا ربي الحبيب. المهم هنايا حطيت البنات دوك المملحات اللي عندي هكا، حطيت بالمي صافي. وغادي نجيب هذا داك ديال الكرواسا حتى هي غادي نحطهم. المهم بالنسبه للمملحات البنات انا ديما كيكونوا عندي ما كيخطاونيش، غير كيساليو ليا كنقول الوالديه صيفطوا لي المملحات راهم سالاو ليا، سوف كيعاودوا يصيفطوهم ليا مع الترونسبور اللي كيجي. داكشي علاش انا ما كيخطاونيش، ديما كيكونوا عندي في الدار. وحتى الا جا عندي هكا شي ضيف على غفله ولا كذا ممكن يلقاهم عندي. سوف هما يعني كيسهلوا عليك بزاف ديال الحوايج، كيجيوني ساهلين في الحطه. وانه حتى الا جا عندك شي واحد كتعمري ليه غير كويس ديال اتاي وكتحطي ليه دوك المملحات راه كيكون مزيان. المهم انا هنايا حطيت كاع دوك الشكالات اللي عندي. ضروري نكبر بالوالده ديالي الله يخليها ليا. عرفتي البنات انا هنايا كنحط المملحات وفي نفس الوقت دايره بالي مع الشرجم، باش حيت منين غادي يجيو غادي يبانوا ليا في الشرجم. رد بالي باش منين يجيو نمشي ضروري نسلم على ماما وديكشي. المهم صافي هنايا حطيت هاد الكرواسه في هادي. صراحه هاد المملحات البنات واعر. المهم هنايا البنات راه واخا كنحط هادو كنوجد داك المملحات وداكشي، ولكن رد عيني على الشرجم فهمتي. يعني باش غنشوف ماما وداكشي وما عرفتش الصراحه كيفاش غتكون واحد التردد ديال الفعل. صافي وهنايا جبت عاوتاني واحد جبانيه اخرى فاش نحط فيها التمر كيف قلت لكم باش نستقبل به ماما هو والحليب
حيت اول مره صراحه غادي تجي واول مره غادي تدخل لداري. داكشي علاش قلت ندير ليها شويه ديال التمر مع الحليب. مهم صافي هنايا وجدت الحليب حيت راه ما بقى ليهم والو يدخلوا للدار يقربوا. ايوا صافي وغادي نحطهم في البلاطو. صافي فاش غير تجي غادي نحليها الباب نعطيهم ليها. هانتوما تقولوا لي كي جاكم هذا الشيء. المهم حاولت نفرح بالوالده ديالي. المهم البنات هنايا صافي منين شفت الطونوبيل خرجت عند ماما هنايا كنتسالموا على بعضياتنا. المهم صراحه وحشتها بزاف 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 بزاف. المهم جابت معاها الباجاج وداكشي. صراحه كنت خايفه انها تمشي ليها الشنطه وداكشي ولكن تبارك الله عليها دارت بحال واحد البورت كليف الاحمر باش تعقل عليها. ايوا هنا البنات قلت لكم غادي نستقبل ماما في الباب بالحليب والتمر ولكن عرفتي فاش شفتها نسيت الحليب نسيت التمر مشيت سلمت عليها ديريكت. راه حتى جات جلسات فوق الطبله عاد كنعطيها عرفتي وجهها البرد. ايوا صافي عطيتها هذا دارته فوق رجليها. ايوا غادي نعطيها التميرات. ايوا صافي ومن بعد غادي نحط الطبيله لان صراحه كيف قلت لكم السفر صراحه كيعيي وماما كانت جات يعني ديريكت من المغرب للنرويج. صافي حطيت المملحات وحطيت شويه ديال المكسرات وداك الشيء. ايوا صافي وغادي نشربوا واحد الكيكه ديال اتاي ونتجمعوا شويه ونضحكوا ونتعاودوا مزيان وتقول لي كيفاش جاتها الطياره اول مره غادي تركب فيها. ايوا صافي البنات من بعد ما تجمعنا وداكشي وسالينا. المهم هنايا درت القرعه خليتها هي اخر حاجه كتسلق. المهم هنا البنات خديت شويه الزيت البلديه مع التحميره الكمون الملحه والقزبره المعدنوس والثومه. غادي نشحر فيها داك خيزو اللي كنا سلقناه. في الاول البنات ديروا ديك الخليط ديال العطريه ديروه هو الاول يتشحر. صافي وهنايا صدر ديال الدجاج كيف قلت لكم البنات ساعه باش ما يجيكمش ناشف. صافي هنايا خديت واحد البيضه ودرت معاها شويه ديال الصوجه. صافي غادي نخلطها مزيان وغادي ندهن بها هذاك الصدر ديال الدجاج كامل. غادي ندهنو وغادي نعاود نخشيه في الفران باش يتحمر ليا غير شويه. صافي هنايا البنات عاوتاني شديت نفس المقله اللي حيت منها خيزو درت عاوتاني نفس العطريه غير غنضيف عليهم شويه ديال الزعتر باش نسم ديك القرعه نفسها. الزيت البلديه الملحه الكمون التحميره السودانيه والقزبره المعدنوس. صافي هنايا كنشحر ديك القريعه. بغيتوا البنات ديروا اللوبيا بغيتوا المهم اي خضره موجوده عندكم ديروها. انا درت غير الخضره اللي موجوده عندي في الدار. ايوا صافي وهنايا ها الصدر كيف كيجي وريتو لكم الطياب ديالو كيجي زوين ما كيجيش ناشف. هنا كيف قلت لكم البنات على حساب الفرماج راه ملي كنت كنقطع كان كيخرج الفرماج لانه دايب. انا هنا قطعته باش نوريكم كيفاش كيجي. غنقلب لكم الكاميرا وتشوفوا. هانتوما الرولي ديال الدجاج كيفاش كيجي. صراحه البنات كيجي خطير كيجي كيشهي وزوين بزاف بزاف. ايوا هذه البنات هي الطبيله اللي وجدت الماما في الاستقبال ديالها. كنقول لها مرحبا بك والف الف مرحبا. هنايا درت العصير. هذا البنات عصير غير شريته. وهنايا حطيت صدر ديال الدجاج كيف قلت لكم رولي رافقته مع ديك البطاطا وديك الخضيره اللي شفتوه الزعلوك. صافي ودرت بالنسبه لاصوص البنات انا راه نسيت ما شاركش معكم مع الفرحه وانا كنكمل العشاء وكنتعاود انا وماما فنسيت. بالنسبه لاصوص البنات راه درت فيها غير الثومه الملحه البزار وشويه ديال القزبر المعدنوس والكريمه. صافي وخليتها شويه فوق البوطه حتى تعقد. صافي وحطيتها في هذا الكويس. ما بغيتش نديرها صراحه فوق صدر ديال الدجاج خليتها اختياري اللي بغى يدير لاصوص يديرها اللي ما بغاش ياكل غير هكا صدر ديال الدجاج. فالبنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديوهات جداد ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.